اهلا بيكم معانا برنامجكم من كل بلد اكله، والنهارده يوم الاثنين معاكم خالد علي. احنا النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم باذن الله عن احنا بدانا من الحلقه اللي فاتت، قلنا الضحيه وقلنا ازاي ممكن نشتغل بيها ونطلع منها افكار ونطلع منها اكلات كتير جدا، وان شاء الله في خلال الايام اللي جايه برضو هنتكلم عنها. لو انا حبيت اشتري او اختار خروف، اختاره ازاي؟ وخصوصا الناس كلها دلوقتي اليومين دول هينزلوا يشتروا، بيحصل غش كبير جدا في الخرفان. وانت بتشتري الخروف بتروحي او جوز حضرتك هيروح يشتري الخروف، هيلاقي الخروف مليان ووزنه تقيل، وخصوصا لو انت هتشتريه على الميزان. لما بتيجي تشتري الخروف حاولي ما تشتريش الخروف اللي كرشه كبير، يعني بيبقى بطنه كبيره. ليه؟ لان هم بياكلوه علف وبيدوا له مع العلف ملح، يشرب بزياده قوي، فيشرب ميه كتير، فتاخديه حضرتك تحطيه وانت بتاخديه على الميزان تلاقيه عمل معاكي ميزان كبير قوي. هيعمل معاكي ميزان وهتلقي وزن الخروف عالي، وتيجي تذبحيه بعد ما تذبحيه تلقي الخروف نزل تقريبا اكتر من تلته كرش. هو المفروض الطبيعي ان هو بينزل من 25 ل 30% من الكرش، ده الوزن بتاعه. لكن انت هتتفاجئي انك انت بعد ما تذبحيه هتلاقيه صفى اكتر من 35 او 40%، يعني خد حوالي 10% من وزنه ميه. فعشان كده بنقول ايه لما نيجي نختاره ما تختاروهوش اولا يكون كرشه كبير، دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما تيجي على الظهر بتاع الخروف من ورا، الحته سلسله الظهر نفسها، وتتكي عليها وتشوفيها لو مليانه لحم من فوق، ظهر الخروف يعني عريض من فوق وكويس وفيه لحم وانت ضغط عليه كده هيبقى احسن. طبعا هتلاقي الخروف فيه لحم اكتر. ويفضل انك انت برضو ما تفرحيش بالليه الكبيره. لما تيجي تشتري خروف الليه الكبيره مش معناه ان الخروف كويس وزنه كويس، ده هتلاقيه هيرمي معاكي شحم كتير او هيرمي ليه كتير. لو انت ما بتحبيش الليه يبقى ما منوش لازمه ان انا اختار حاجه الحجم الليه فيها كبير. المهم احنا النهارده هنعمل يا اما هتجيبي فخده الخروف يا اما هتجيبي الكتف، والاثنين حلوين وهيدوكي نتيجه كويسه جدا. لو جبتي كتف الخروف تسويته بتبقى اسهل، الفخده نفسها بتبقى سهله. انا النهارده جايب الكتف بس هي نفس الطريقه، ممكن تعمليها بالكتف او بالفخده. هجيب الكتف كده، عارفين الكتف هجيبه مجرد ان انا اظبط الحته اللحمه على قد ما انا عايز اعملها، وتكون متظبطه ومتقطعه كويس يعني متشال منها نسبه دهون، ما تبقاش صافيه خالص. يعني ما ينفع، لازم يبقى فيها دهون موجوده في قلب الكتف عندي هنا. والكتف في التسويه بيبقى اسهل واللحمه بتاعته انعم. هنبتدي مع بعض. احنا النهارده هنعمل طبق ظريف. احنا ان شاء الله هنعمل الريش المشويه، هنعملها ان شاء الله في الايام اللي جايه. هنعمل افكار بالكبده، هنعمل الكلام ده كله مع بعض واحنا شغالين. النهارده هنبتدي اول حاجه هنبتديها مع الخروف. احنا عملنا الحلقه اللي فاتت اول امبارح عملنا رول من اللحمه بلحمه الستيك. جبنا لحمه شرايح وعملناها شرايح اللحمه وطلعنا منها فكره حلوه وظريفه، ان شاء الله هتعجبكم وتجربوها. دي كمان هنعمل منها فكره ظريفه. هنعمل ايه؟ هنبتدي الاول، خلونا مع بعض، هناخدها زي ما هي كده. هي ليها تتبيله كبيره بس الاول انا هعمل فيها حاجه ظريفه. هاخد ايه؟ شويه بابريكا عليها من ناحيتين، شويه ملح يا مارينا. الو الو، ازيك يا مارينا؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. انا بحب يا رب حضرتك دايما. قوي. وانا كمان يا حبيبتي بحبك. انا عايزه اطلب من حضرتك طلبين. 2. عايزه طريقه البسكوت بالبرتقال، وعايزه طريقه البسكوت الصيام. احنا لما نكون صايمين ما بنلاقيش اي حاجه يعني الصيام ناكلها. عينيا حاضر يا حبيبتي. شكرا ليك يا جميل. حلو كده. انا هدي ملح وفلفل وشويه بابريكا صغيرين. طب الطبيعي ان انا اعمل كده؟ لا، ده انا هعمل تتبيله تاني، بس انا مش عايز التتبيله بقى فيها، لا ده انا عايز التتبيله هتبقى بره. بس انا هعمل ايه؟ هبتدي اضغط عليها كده شويه على اللحمه عشان اتاكد بس ان الايه، بعمل مساج للحمه بالملح والبابريكا والفلفل اللي انا حطيته والفلفل الاسود. حلو لحد كده، كلام جميل. بعد ما عملتها كده مش هعمل فيها كتير، الموضوع بسيط. هاخد حته زبده صغيره في ايدي اهي وهدهن بيها اللحمه، يبقى حته زبده على اللحمه. احنا مع بعض دلوقتي بنعمل، وقلنا ان احنا بنشتغل بكذا طريقه مختلفه، يعني ما بنشتغلش زي ما احنا ما بنقدم او الناس ما بتشتغل الشغل التقليدي. هدهنه كده بزبده كويس قوي، وبعد كده هاخد دي زي ما هي كده، هسخن الطاسه بتاعتي حلو، احطها كده على النار تسخن قوي. وعلى ما تسخن عندي الطاسه، طبعا انا عندي الزبده اهي موجوده فيها، هاجي على الطاسه هحط معلقه زيت صغيره. بصوا نقطتين زيت بس اهو،
هنا ولا هنا؟ صغيره هتبقى ضعيفه قوي عليها. كويس. هخلي بس الطاسه عندي تبتدي تسخن اكتر، وهي بتسخن هديها ايه؟ واحدتين. بصوا انا عايز الطقطقه دي، وفص توم، روزماري، وفص توم سليم، ورق لور. ده كله فين؟ هنا اهو. كويس. وهاخد دي زي ما هي في البدايه اهي. سامعين الصوت ده؟ حلو لحد كده، كلام جميل. يبقى انا حطيت دي كده واسيبها شويه. يبقى انا ايه؟ اول حاجه عملتها ده انا خدت دي على النار، دهنتها كويس جدا من كل الاتجاهات عشان ابقى انا اتاكدت ان هي اتدهنت من هنا ومن هنا كويس. بعد ما اتدهنت عندي من كله، اديت لها شويه زبده، حطيت عليها رشه ملح، وظبطت الدنيا وخدتها على طول عندي على النار. وحطيت معاها فص توم وشويه روزماري وورق لور في قلب الخلطه عندي هنا. ثواني وابتدي اشوف ايه الاخبار. بصوا هثبتها كده. انا عايزها تاخد تشك من الناحيتين الاول، وبعد كده هقلبها تاني. هسيبها كده شويه عندي على النار، وهي شغاله على النار نبتدي نعمل بقى التتبيله. ايه ده؟ هي التتبيله مش المفروض اللحمه بتاعتي في الاول؟ لا، التتبيله عندنا المره دي مختلفه، هنحط التتبيله بعدين. نقول بقى مع بعض احنا هنحط ايه. الاول خالص عندي هحط شويه التوابل اللي انتوا عارفينها. عندي بصل، هجيب بصله كده كويسه. طبعا هي على النار عندي دلوقتي، هسيبها براحتها خالص. هاخد بصله الاول وهقطعها حتت صغيره. تمام كده. واخد دي كمان. يبقى انا قطعت البصل، هاخده عندي عشان افرمه. يبقى انا عندي بصل اهو، واحده واحده احنا مع بعض. شويه كزبره خضراء، حته جزر، اخد فلفل احمر حبيبي ده كان غايب من زمان، فلفلايه خضراء، واحده واحده واحنا شغالين. حلو. يبقى انا كده بحط الخضار بتاعي اللي انا هتبل بيه. انا لحد دلوقتي في الخضار فلفلايه كده حاميه مع الاحمر اللي احنا حطيناه. احنا لسه شغالين كده. حطينا شويه خضار حلوين ظراف. وتعالوا نحط بقى ايه؟ شويه روزماري. خدوا بالكم معايا، شويه روزماري هنا، شويه حبهان، واحدتين حبهان، حبه ايه؟ هيل ناعم. هاخد قرفه، شويه قرفه محترمين. بصوا القرفه قد ايه؟ حوالي معلقه كبيره من القرفه. معلقه كبيره من القرفه كده هحطها. يبقى كده انا بتبل جوه هنا اهو. وتعالوا ناخد بقى ايه؟ اقلب بس اللحمه. مدام ايفون، مدام هدى، الو. الو، ازيك يا شيخ خالد؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير طول ما انت بخير يا فندم. تسلم ايدك. كالعاده حاجات كلها مبهره وجديده يعني. تسلمي لي. والكتف ده فعلا احنا كلنا بنفضل قطعه الكتف. انا بحب لحمه الكتف اكتر من الفخده. ده فعلا عشان بتعرف من اين تؤكل الكتف. بالظبط. شيخ خالد، انا عملت مربى البلح. بس تقلت مني اول درجه انها ماسكه في البرطمان. كلام حلو. تقيله منك. كنت خفتيها بشويه سيرب. يعني انت كنت ممكن تعملي شويه سيرب وتحطيهم عليها، هتفك معاكي وهتديكي الطعم اللي انت عايزاه وتبقى جميله جدا. يعني ارجعها في الحله؟ رجعيها بس اعملي سيرب بقى. شويه سيرب ولا ميه بس؟ شويه سيرب. ايوه. ونزلي فيهم تاني وخليها تتبل معاكي. تمام. بس طعمها ممتاز الحقيقه. هي طعمها حلو عشان انت اللي عاملاها بس يا فندم. الله يبارك لك ويسلم ايديك يا شيخ. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. حلو لحد كده. احنا حطينا دلوقتي، حطينا ايه؟ حطينا كبه صيني، وحطينا كزبره، وحطينا ورق لور ناعم، وحبهان ناعم، وحطينا واحدتين حبهان خشن كمان، فلفل حامي، وهنحط عصير ليمون وعسل نحل. عسل نحل. خدوا بالكم احنا ايه؟ الدنيا ماشيه. معلقه كبيره كده من العسل على الخليط بتاعي ده. وحطينا معلقه كبيره من القرفه، مهم قوي اللي احنا بنقوله.
وهاخد شويه كده اهو الكبه بتاعتنا، واللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين على النار زي ما انتم شايفين كده. هقلبها، الشوكه راحت فين بتاعت العسل اهي. هقلب دي بس كده زي ما انتم شايفين. انا بسويها بخليها تاخد كده تشوك حلو. تعالوا نضرب ده بقى. خدوا بالكم احنا هدي سنه زيت هنا، حوالي معلقه كبيره من الزيت، وتعالوا نضرب ده مع بعض. يبقى حطينا بصل، حطينا عسل، حطينا كل الخلطه بتاعتنا اللي احنا عايزينها، وتعالوا بقى ايه نضرب مع بعض. اهم حاجه التتبيله بتاعتي دي انا عايز اقول لكم هتديني تيست ولا اروع. مش هنعمها لدرجه انها تبقى باودر، يعني انا مش مشكله ان هيبقى فيها شويه خشنين، ما هياش مشكله عندي، لان انا كده كده هي خشنه ما فيهاش حاجه تسيلها كويس. ودي كمان هنزلها بيها شويه. نجيب بقى حاجه ننزل بيها هنا. عندي دي الخلطه بتاعتي اللي موجوده دي، خلاص هرفعها من على النار. اللحمه جميله جدا كده. هاجي هنا في الارضيه، خدوا بالكم بقى من اللي احنا هنعمله. يا اما هتلفيها في ورقه فويل وده اختياري، يا اما هتجيبي جزرايه كده، جزره في الارضيه كده اهي. يبقى عندي كده ايه جزرايه هنا. هاخد نص بصلايه، كلام جميل، نص بصله كده. خدوا بالكم احنا برضو بنعمل حاجه مختلفه عن كل اللي بيتعمل. ورق لور سليم، شويه عود قرفه خشب، وهاخد دول هنا كده لحد كده كويس. هاخد عودين خضره من عندي، طبعا كزبره دي مهمه قوي عندي كخضره. حلو، عملت الفرشه اللي في الارضيه دي. ايه فايدتها بقى؟ وهركن دي قدام، وهجيب الطبق بتاعنا ده، هجيب طبق نضيف. بصوا هنعمل ايه. هاخد اللحمه بتاعتي، حته اللحمه اهي، اطلع باللحمه اهي عندي اهو. يبقى انا بعد ما خدتها شوحتها كده، خدوا بالكم بقى من اللي احنا بنعمله. هاجي هنا اعمل ايه؟ هاخد التتبيله دي عليها كده في طبق خارجي، وهبتدي انزل بيها عليها، وبالشوكه اضغط بالشوكه. على فكره اللحمه استوت، يعني طبعا اللحمه اللي بره هي اللي استوت اكتر، لكن لسه جوه. حلو، بصوا انا بعمل ايه. بضغط بالشوكه عشان عايز اوصل التيست بتاعي جوه، عايز الطعم بتاعي يظهر جوه كمان. هقلبها الناحيه الثانيه، وهاخد ده عليها. كلام جميل كده. وبرده نفس القصه، اضغط كده عشان اوصل فيها ايه التيست بتاعي اللي انا عايز اعمله. كلام رائع. هسحب دي زي ما هي هنا اهي لحد كده كويس، وهاخد كل التتبيله عليها. شايفين لون التتبيله عامله ازاي؟ الخلطه بتاعتي دي بقى بالقرفه والكلام ده كله، ممكن تكمريها تلفيها كلها بورقه فويل وتسيبيها تخش الفرن تستوي زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده كله كده تمام. تبلناها، عملناها كده، بقت زي الفل. اخر حاجه ممكن اعملها، يا اما هتغطيها بورقه فويل. فين؟ شوفوا فين. هاخد دي زي ما هي، يا اما تكبسيها في ورقه فويل، يا اما تدخليها الاول 10 دقايق وبعد كده تطلعيها وتحط لها الفويل. حلو كده. دخلتها الفرن، هسيبها شويه، مش هديها ميه، مش هديها اي حاجه الا كمان ايه، انا هنزلها لك في النص عشان تشوفيها اكتر. نجيبها كده شويه في النص. حراره الفرن بتاعتي على حوالي 220. هخش كده في الفرن واسيبها، مش حاطط ميه، مش حاطط اي حاجه. انا عايز اللحمه هي اللي تستوي وتشرب الاول من اللي حواليها والبوكيه جرنيه اللي احنا حاطيناه تحت. اسيبها تستوي كويس واقفل عليها. بعد ما حطيتها كده وسايبها تستوي، تعالوا بقى نكمل مع بعض احنا هنعمل ايه. يبقى احنا كده حفظنا احنا عملنا ايه. فاضل ليها خطوات تانية، ما تستعجلوش لان احنا هنشتغل واحده واحده عليها. نشيل ده كده وتعالوا نبتدي تاني
نقول الطبق اللي بعد كده، ننظف بس مكاننا، ننظف المكان عشان نخش في الطبق اللي بعديه. هشيل مكان التتبيله لو في حاجه عندي على الترابيزه. كلام جميل. وتعالوا نشوف، احنا فاكرين ان احنا شويه دول انا مش هرمي مكان الحرق ده، مش هرميه ليه؟ لان انا هاخده دلوقتي وهعمل عليه، هعمله جوس واسقي بيه تاني. حلو. تعالوا بقى نعمل احنا الطبق اللي بعد كده. الطبق اللي بعد كده بتاعنا عباره عن ايه؟ رز ظريف جدا. عندنا نوع من الرز بالبتنجان، رز مع بتنجان. الاول هبتدي اعمل الرز بتاعي. رز، شويه رز بسمتي صغيرين على قد طبق صغير، لان طبعا ما دام فيه لحوم احنا مش هناكل كتير. هنجيب الحله بتاعتنا وناخدها على العين الصغيره اللي قدامنا دي تسخن، وعندي ميه بتغلي، ميه عاديه خالص بتسخن. وتعالوا نشتغل واحده واحده. هجيب البلانشه دي وتعالوا نقطع البتنجان. البتنجان بتاعنا هنقطعه ايه؟ كيوبس صغيره. ادي البتنجانه بتاعتي طبعا مقشراها، وتعالوا نقطعها. طبعا البتنجان اليافه اسفنجيه، يعني ممكن تشرب معايا نسبه من الزيت عاليه. هظبط كده عشان انا عايزها مكعبات. يبقى كده البتنجان بتاعي بقسمها الدايره دي على 8 تبقى كيوبس كده ظريفه، اقدر اشتغل بيها زي ما انا عايز. يبقى دي ناخد دي كمان. يبقى احنا كده بنعمل الرز بتاعنا رز بالبتنجان. حلو كده. يبقى احنا كده بنجهز مع بعض، وده طعمه جميل جدا. وهوريكم احنا هناخد دلوقتي حاجه معاه. الحله بتاعتي سخنت، هاخد شويه زيت هنا اهو، وهاخد شويه من ايه الدريسنج اللي نزل عندي من الايه، شويه صغيرين كده هيديني تيست اللحمه اللي انا عملتها. وهاخد حته زبده كمان صغيره. يبقى حطيت زيت، وعندي شويه رز بسمتي مغسولين وجاهزين وزي الفل. الحله سخنه عندي، وهجيب معلقه وانزل بالرز ونقلب الرز عندي. يبقى انا كده الرز عندي اهو، مش حاطط حاجه خالص يا جماعه. يبقى انا كده الرز عندي اهو رز عادي خالص، بس كل الحكايه ان انا خدت من الادام اللي نزل عندي من اللحمه، اللي خدته هنا مع التتبيله وورق اللور والحاجات دي كلها، البواقي بتاعته خدت منه معلقه وحطيتها مع الرز. هتفرق في ايه؟ جربوا الرز وانتوا هتشوفوا الطعم هيبقى مختلف تماما، ملوش علاقه بالرز اللي انتوا عملتوه قبل كده. حلو. لحد كده قطعت البتنجان بتاعي موجود اهو، وهبتدي هجيب الطاسه دي تسخن بس عندي برضو هي كمان على النار، وابتدي انا كمان ايه هقلي البتنجان بتاعي. يبقى البتنجان عندي قطعته، هاخد شويه زيت كده عندي اهو مش كتير، شويه زيت، واجهز طبق. يبقى انا هقلي البتنجان بتاعنا بالراحه، واجيب طبق يبقى موجود معايا علشان اطلع فيه البتنجان واحنا بنطلعه، لان محتاجه يبقى ناشف تماما. حلو. لحد كده كلام جميل. يجي لنا حاجات كده من بره الحمد لله. حلو. يبقى احنا كده بنجهز الرز بتاعنا يبتدي يتظبط. واول ما الرز يبتدي يلزق في بعضه، انا غاسل الرز ونقعه بسمتي، يبقى لازم يتغسل ويتنقع شويه عشان تاخدي تسويه كويسه. ناس كتير قالت لي يا شيف احنا ما بنحبش الرز سهل البسمتي ان انا احطه في ميه بتغلي على طول. ينفع، بس انا بحب اعمله كده عشان يطلع معايا مفلفل. حلو. بعد ما احس ان كده اتشرب معايا وبدا يفك من بعضه كويس، خلاص يبقى الرز بتاعي بقى جاهز. وانا هعمل شويه رز صغيرين مش كتير. الميه عندي سخنه، هدي رشه ملح صغيره. هاخد هنا ورقه لور. فين ورق اللور؟ احنا خدنا اللي هنا، مش محتاج ورق لور، بس هديله واحده حبهان كمان. فص توم على الرز، فص توم واحد سليم زي ما هو. يبقى احنا كده مع بعض الرز خلاص جاهز. ريحه اللحمه اللي احنا حطيناه اللي هو الدهون اللي نازله من اللحمه هنا مديها طعم وهتدي ريحه حلوه قوي. هاخد
اطفي كده بشويه. ميه كده حلو. وعندي الميه السخنه، لو احتجت شويه ميه هديله شويه ميه لحد كده كويس. كله كده ماشي مع بعضه. واحده حبهان اهي سليمه، هكسرها بس كده عشان تديني تيست، هاخد منها طعم. لحد كده كويس ماشي معايا الرز. هغطيه واسيبه يبتدي يستوي. الزيت عندي سخن، هطلع بالرز كده لورا واجيب الزيت هنا قدامي. وتعالوا نقلي البتنجان بتاعنا. حلو. يبقى احنا كده شغالين واحده واحده. يبقى البتنجان عندي بيتقلي بره. ممكن تعمليه مكعبات، ممكن تعمليه قطع زي ما انت ما عايزه، بس هو كده هيبقى افضل. هيتقلي معايا، هو بيتقلي وانا ايه مركز مع الرز ومعايا الشغل اللي موجود جوه. واحده واحده هتلاقي ايه الدنيا ماشيه معاكي زي الفل. هبتدي اقلب البتنجان بتاعي. مش عايزه يستوي قوي، يعني مش عايز اقليه لدرجه ان انا احس ان هو استوى زياده عن اللازم. كويس. بقلبه بس على كده عشان يتقلب كله يلمس الزيت واحده واحده. يبقى احنا كده ماشيين كويس. مشكله البتنجان ان هو هتلاقيه زي السفنج شرب منك الزيت. ما تحطلوش زيت تاني، سيبيه هو يستوي زي ما هو كده. حلو لحد كده. يبقى احنا ماشيين واحده واحده كويس جدا. الدنيا ماشيه كويسه. الرز عندي اول ما يبتدي يتشرب ميته اروح ايه موطي عليه النار، بس يتشرب الاول الميه بتاعته. تمام. اللحمه بتاعتي في الفرن. احنا قلنا هنعمل حركه ظريفه. هجيب كده الطاسه بتاعتي دي زي ما هي على النار، دي اللي انا هسقسق بيها اللحمه او احط لها شويه. اخد مكانها ميه واخليها تغلي بقى. هاخد كل الادام اللي موجود ده، مش عايز ميه اكتر من كده. هي مش هتحتاج ميه، انا عايز بس ميه هتنزل تحت مع الخضار تبخر لي الموضوع، ما تخليهاش تبقى ايه تنشف مني اللحمه. حلو كده. والبتنجان بتاعي على النار يستوي واحده واحده. كلام جميل. الطاسه الثانيه اللي احنا حطيناها على النار دي اللي احنا عملنا فيها اللحمه، وده مكان اللحمه. فيها التوابل بتاعتنا، فيها ورق لورا وفيها توم وفيها روزماري. فده كله انا مش عايز ارميه، بالعكس ده انا محتاجه، هيديني تيست حلو قوي للحمه. هاخد انا الكلام ده واجيب معلقه كده ظريفه واحط الارضيه كده عشان انا عايز اطلع ده انا عايزه في الطعم. كلام جميل. يبقى انا ده كده شغال معايا، كله كده شغال على النار زي الفل. البتنجان بتاعي بيستوي، وزي ما قلت لكم البتنجان مش هياخد وقت طويل. هقلبه واحده واحده كده. بص هي بتجيب اللي فوق تحت كده لحد ما ايه يستوي معايا، واحس ان البتنجانه بتاعتي استوت كويس. نبص على الرز. كلام جميل كده. نوطي عليه خالص، اسيبه بقى يستوي على نار هاديه. يبقى كده الرز عندي بيستوي على نار هاديه. البتنجان بتاعي تقريبا مش هيستوي قوي، يعني مش عايزه يتقلي قوي. انا عايزه بس ايه يبقى واخد من كل الاتجاهات كده تشك. وكلام جميل. عشان كده احنا قلنا ايه مش هنحط زيت كتير، لانك انت لو حطيتي ايا كان حجم الزيت هيتشرب. يبقى احنا كده تمام. نقول تاني احنا عملنا ايه. اول حاجه احنا خدنا الفخده بتاعتنا اللي احنا حطيناها او الكتف، وقلنا ايه سبب ان انا بستخدم الكتف. الكتف بيستوي اسهل واسرع وبيبقى ظريف جدا. هسحب كده، اسحب دي. بصوا كلام جميل. وهاخد البيون اللي انا عملته ده، دي هشيلها خالص. شايفين البيون ده؟ البيون ده هنزل بيه هنا، شايفين اهو هنزل بيه تحت. يبقى انا ما حطيتوش من الاول. يبقى انا بقى حلو كده. يبقى انا حطيت بيون حواليها
وهاخدها تاني ادخلها تاني الفرن، وممكن تغطيها او تخليها زي ما هي مفيش مشاكل. حلو كده. وهدخل كده الفرن، هسيبها في الفرن تكمل سوا. هتاخد معايا تقريبا ساعه الا ربع في الفرن على درجه حراره ما تقلش عن كام؟ 200 220. حلو. يبقى انا بعد ما عملت الكلام ده هدخلها الفرن واسيبها. طيب حلو قوي يا شيف. البتنجان بقى بتاعنا اللي احنا عملناه ده، اللي سايبينه عمال يستوي. حلو الكلام ده كده. تعالوا ايه نطلع البتنجان بتاعنا. هاخد البتنجان زي ما انتم شايفين. البتنجان انا مش مسويه قوي. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. حلو كده. يبقى انا عندي البتنجان اهو خلص عندي، وهاخده هنا هتنزل منه نسبة الزيت اللي موجودة. يبقى كده ده تمام. الزيت عندي هبتدي انشف كده البتنجان بتاعي خالص من الزيت. كلام جميل كده. هجيب ايه بقى؟ خدوا بالكم احنا شغالين حاجات كده ظريفة، شغالين مع بعض. هجيب بولة وهلبس جوانتي. تعالوا نشتغل مع بعض. هجيب شوية كزبرة وشوية بقدونس ونعيش مع بعض. احنا بس ايه اخبار الوقت بتاعنا؟ يبقى احنا كده شغالين. يبقى قدامنا لسه اللحمة. قلنا بعد ما بتبل واخلص واخدها على النار اشوحها كده تشويحة صغيرة على النار، باخدها بعد كده احطها في الطاجن وادخلها واعمل التتبيلة بتاعتها واسيبها براحتها. هناخد بقى ده بقدونس، ايوه عودين بقدونس كده، ورقتين كزبره. هاخد الورق. يبقى انا باخد ايه؟ الورق بس زي ما انتم شايفين، مش عايز العصيان. يبقى عندي بقدونس وكزبره عندي اهو، ودول كمان اهو. عشان كده قلنا الرز ده ايه؟ رز وصايه يعني. حلو كده. هاخد دول، احنا سايبين البتنجان يبرد خالص تماما، وهفرمهم فرم ناعم. يبقى انا فرمت دول مع بعض فرم ناعم قوي. حلو لحد كده كويس قوي. فرمت دول فرم ناعم. اخدهم هنا. يبقى بعد ما فرمتهم ناعمين هاخدهم عندي هنا. هجيب عصير ليمون، سنة ليمون صغيرة قوي. شايفين قد ايه؟ حتة صغيرة جدا. هعصرها عندي هنا. سنة خل صغيرة قوي. حد كده كويس. فص توم. ايه الكلام ده؟ فص توم عندي اهو. هاخد فص التوم وافرمه كويس قوي لحد ما احس ان هو بدأ ينعم عندي. رشة ملح على فص التوم بتاعنا ده، وهبتدي ايه؟ هنعمه. يبقى فص التوم عندي اهو، والمه تاني وارجع انعمه من اول وجديد. يبقى الملح عندي بيساعدني كمان ان انا انعم اكتر. حلو كده. هاخده هنا. يبقى كل التتبيله اللي انا بعملها دي بعملها ليه؟ هنقول دلوقتي. وهاخد عندي فلفلايه حمراء لون كده ظريف، حته كده منه كويس كده، ونقطعها. مدام صفاء. الو. الو مدام صفاء. ازيك يا شيخ خالد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ منور. دي اسكندريه اللي منوره. لا القاهره. ماشي. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله بخير. تسلم ايدك. وانت طيب؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيب. ايه الاخبار؟ اهو بنحضر. حضروا بقى. عندك اسئله النهارده؟
بقول لك بقى عندي بومبار بتلو. بومبار ايه؟ بتلو. فانا عايزه ايه بدل ما احشيه رز احشيه لحمه. حلو، ايه المشكله؟ لحمه مفرومه. عايزه اعرف اللحمه اضيف عليها ايه. بس كده؟ حاضر. ولا اروع، مش برضه هقول لك ولا اروع. تسلمي لي، كتر خيرك. ماشي يا سيدي، شكرا ليك يا فندم. فندم. مع السلامه. مع السلامه. هنزل بالفلفل زي ما انتم شايفين. يبقى احنا لحد دلوقتي حطينا ليمون، حطينا فلفل، حطينا تومه، وده خلطناه. هنخلطه مع بعض. نعمل فيه ايه بقى؟ يعني انا بعد ما عملته كده تعالوا ايه نقلبه مع بعض. انا عملت التتبيله بتاعتي والفرن عندي حطيت فيه حاجتي وكله تمام كده، وهنا التومه، وهقلب ده مع بعضه. بصوا اللون عامل ازاي، جميل حلو كده. يبقى انا دول جاهزين عندي، وهاخد معاهم البتنجان ده. حلو لحد كده، وهقلب دول معاهم. يبقى احنا كده ماشيين واحده واحده زي الفل. كلام جميل. بصوا خدوا بالكم بقى، التتبيله البتنجان نفسه اتبل تتبيله تاني. يعني انا عندي التتبيله بتاعت البتنجان مختلفه، بقى عندي تتبيله البتنجان، عندي تتبيله تانيه بره. انت ممكن تعملي البتنجان كده وتحطي عليه كمان توم وتخلصي الكلام ده، وبعد ما تخلصي ده انت ممكن تاكليه عادي. يعني انت ممكن تعملي ده من غير الرز كمان وتقلبيه وتحطي عليه شويه شطه بقى كمان. يا على جماله. بس انا مش عايز احط شطه عشان ده رز. حلو كده. يبقى زي ما انت ما حابب انا معاك، وزي ما حضرتك ما تحب تعملي احنا معاكي برضه. حلو. يبقى احنا كده جاهزين. هقلب بس الرز وبعدين نقول ايه، نشوف الرز بتاعنا ايه اخباره. الرز مجرد ان هو استوى، بصوا الله عليك. شوف الرزايه، كل رزايه برزتها كده، اعده واحده بواحده. حلو كده. يبقى الرز عندي اهو، كلام جميل. اسيبه كمان دقيقتين، وعلى ما الرز عندي ما يستوي، الرز بتاعنا يستوي والخلطه بتاعتنا تجهز عشان نعمل الطبق اللي بعد كده. الم بس المكان، هطلع فاصل صغير جدا وايه ارجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلنا قبل الفاصل بنعمل ايه؟ عملنا مع بعض الكتف الضاني ودخلناه الفرن وسيبناه يستوي وعملنا له تتبيله ظريفه. هنعيدها مع بعض تاني عشان الناس اللي ما دخلتش معانا من اول الحلقه. وهنا الرز بتاعنا قلنا هنسيبه يستوي. قبل ما اطلعه هعمل ايه بقى؟ حركه ظريفه. هاخد حته من الزبده صغيره. خدوا بالكم دي تركات مهمه قوي. حته زبده هرميها في النص واسيبها. هسيب الرز عندي اغطي عليها، الزبده تسيح. اول ما تسيح يبقى الرز عندي استوى. حلو كده. يبقى احنا كده جاهزين بدول. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه تاني شويه. هنعمل شويه من الايه، سلطه الطحينه برضو بطريقه ظريفه وسهله. شويه ميه دافيه، عندي ميه دافيه، وهاخد شويه طحينه. ادي الطحينه بتاعتنا اهي. هاخد طحينه، فنجان من الطحينه هنزل بيه. كلام جميل. وهديله ميه على حسب الحاجه. الميه على حسب ايه الحاجه، بس مش هديله اي خلطات دلوقتي الا لما اقلبه الاول. هاخد شويه ميه صغيرين دافيه دافيه، مش بتغلي ومش ساقعه. هقلب كده الطحينه بتاعتي وهبتدي انزل عليها. يبقى كده الطحينه عندي، وبنزل بالميه واحده واحده. ميه دافيه كويس. المقادير بتاعتنا موجوده قدامكم زي ما انتم شايفين. بتبتدي تبيض، اديت لها ميه دافيه هتبيض معايا. لو اديتيها ميه ساقعه مفيش مشاكل، هتطلع معاكي والله طحينه برضه. ولكن احنا بنقول ايه، تعمليها زي ما احنا ما بنعملها كده،
هتحس ان الطعم مختلف، هتلاقيها بتشد معاكي كل ما تضربي فيها وتقلبيها هتلاقيها بتشد وهتبيض معاكي اكتر. كويس. هقلب كده لحد ما احس ان بقت ايه، بدات تفك سنه خفيفه. فكت معايا سنه خفيفه خلاص، يبقى كده خلاص الطحينه القوام بتاعها بقى مظبوط. ابتدي اطعم بقى. التطعيم بقى زي ما انت ما عايزه. هاخد سنه عصير ليمون عليها، سنه ليمون صغيره، سنه خل صغيره جدا، شويه خل صغيرين، هو الكرواسون في كرواسون بيتعمل من غير الزبده؟ عينيا، بس الكرواسون كده كده بالزبده يا ريس. حلو كده. وانا بقلب كده هدي ايه؟ شويه بابريكا صغيرين عليها، سنه كمون عليها، واقلب شويه ملح صغيرين. خدوا بالكم احنا كده لسه بنعمل الطحينه بتاعتنا. حطينا شويه خل صغيرين، حطينا ايه، شويه ميه، حطينا عليها سنه بابريكا، عايزه شويه كمان بابريكا. حلو لحد كده. الله يسامحك. الطحينه كده بقت ايه، ولا اروع، جاهزه معايا. حلو. وبما ان انا عملت الطحينه هاكلها لمحمد خليفه. حلو كده. يبقى احنا ايه، شغالين مع بعض. تعالوا لحد كده كويس. ما مطلعه عيني يا ريس، المخرجه بتاعتنا مطلعه عيني. حلو. بصوا الطحينه القوام بتاعها وانا هنزل بيها اهو. بصوا ده القوام، ما تعمليهاش خفيفه وما تعمليهاش تقيله، خليها وسط كده عشان يبقى عندك طحينه. خدوا بالك اللون ده حلو قوي. بعد ما خلصت كده هنزل بس شويه الطحينه اللي فاضلين دول خساره. الرز بتاعنا كمان استوى خلاص. احنا قلنا هنحط عليه حته الزبده ونسيبه ايه، شويه نكمره بس كامره صغيره. هسحب الرز كده من على النار واشوف الزبده ساحت وراحت مطرح ما راحت خلاص. كويس. وابتدي بقى ايه، شويه الحاجات دي عشان المخرجه بتاعتنا استاذه شيرين تبتدي تجيبها. هاخد كده رشه صغيره اهي لحد كده. كويس. كلام جميل. شويه بابريكا في النص هنا. كلام جميل كده. يبقى خلاص كده سلطه الطحينه بتاعتنا خلصت بسرعه جدا. نطلع بقى اللحمه بتاعتنا الاول ونشوف ايه الاخبار. هتحتاج تتقلب ولا الدنيا فيها ايه؟ طبعا احنا قلنا انك انت ما دام شغاله عندك في المطبخ اشتغلي بهدوء، ما تقلقيش، الموضوع سهله جدا. لسه احنا هنضيف حاجه على اللحمه تاني هنشوف دلوقتي. بس الاول هجيب دي هنا. الطحينه بتاعتنا خلاص هنشف بس قدامنا، نشيل خالص ده وهاخد طبق الطحينه ونجيب له طبق للتقديم. بصوا الطحينه هتتقل، هتلاقوها تقلت وخدت قوام اتقل من اللي هي كنتوا انتوا شايفينه، وده طبيعي في الطحينه. الله. هاخد حته اللحمه بتاعتي كده. بصوا شويه الميه اللي تحت دول هم اللي عاملين ايه الكلام كله. اللحمه بتاعتي ايه اخبارها؟ عشان حد بيقول لي هي هتلحق تكون استوت. بصوا اخد كده حته من الحرف. طب والله بتقول ماشي. بغز بالسكينه كده بشوف اللحمه عندي استوت ولا لسه. والتتبيله طعمها حلو. هلف دي الناحيه الثانيه. كويس. يبقى هلف دي الناحيه الثانيه عشان تاخد نفس توزيعه النار. يبقى انا عندي النار من فوق ومن تحت. هجيب عصير ليمونه وهعصرها كده. يبقى باقي الليمونه اللي عندي هعصرها تاني وهي داخله. يبقى انا لحد كده تمام. هعصر الليمون وهحط الليمونه نفسها عشان ايه، اخد منها القرومه اللي انا عايزها. يبقى لحد كده تمام. واسحب دي تاني ادخلها الفرن ونسيبها تكمل سوا. هتاخد معانا وقتها براحتها خالص. احنا مش مستعجلين. انت مستعجل؟ محدش مستعجل النهارده. نجيب ايه؟ نجيب طبق. ايوه ده كويس. وننضفه. كلام جميل. نعيد كده احنا عملنا اللحمه بتاعتنا ازاي. قلنا فخده او كتف ضاني، بحط عليها فلفل اسود، بصل، فلفل اسود وبصل وتوم. تاني نقول بحط فلفل اسود وبصل وتوم وقرفه خشب وقرفه ناعمه، معلقه كبيره من القرفه الناعمه وقرفه خشب
وبحط عليها عسل نحل، معلقه عسل نحل وشويه جنزبيل ناعم او فريش لو موجود يبقى كلام جميل زي الفل. وبحط ملح والكبه الصيني دي مهمه جدا، وكزبره خضراء او كزبره ناشفه زي ما يعجبك، بس الكزبره الخضراء افضل، ورق لوري ناعم وورق لور سليم وتوم وحبهان، ونشتغلها واحده واحده. قلنا الاول ان انا خدتها على النار واشتغلتها بالراحه. وتعالوا الاول ايه بعد ما خلصنا دي نغرف الطبق بتاعنا، نشوف بقى البتنجان بتاعنا هنعمل فيه ايه. ده طبق لوحده، يعني على قد ما هو طبق صغير بس ممكن يتقدم لوحده، هو لوحده كفايه لو حتى ما فيش معاه لحوم. حلو كده. ببتدي اجهز الطبق بتاعي. هاخد الرنج ده في النص، واخد الرز بتاعنا اللي احنا عملناه. وقلنا ان الرز احنا واخدين الادام اللي كان عندي مين ده الكينج بتاع الحلقه. حلو كده. هاخد ده هنا اهو. طب ما اجيب حاجه كبيره اغرف بيها، انت ليه بتعذبني يا ريس؟ حلوه دي. وابتدي اغرف الرز بتاعي. فص الثوم ده ما ترموهوش، الثوم ده هاخده في قلبيه كده. ممكن تحطي راس ثوم كامله لو عايزه. هكبس بس كده كبسه خفيفه بالحاجه اللي انا بغرف بيها، لمجرد ان ايه ان الرز بتاعي ياخد سوا واحد في الرنج. وهنا بغرف نص الرنج مش الرنج كامل. كلام جميل. يبقى انا كده ايه غرفت. حلو قوي. اشيل الرز ده وخلاص الرز بتاعنا خلص، مش محتاج منه حاجه تاني. وتعالوا بقى ايه الحلو بقى. الحلو بتاعنا اهو، بتنجان بالتتبيله الجميله دي. ابتدي فين؟ على الوش كده معاه. يبقى احنا واحده بتنجان حطيناها، وقلنا التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها دي رائعه وجميله. باخدها واحده واحده كده، عشان طبعا الناس اللي صايمه النهارده يعملوه له بكره دي، يعملوا له بتنجان ويقولوا له هو اللي عندنا بتنجان النهارده. طبعا هو يرد على طول يقول لك احنا عايشين على طول في البتنجان. صح؟ كويس كده. اظبط ده كويس عشان انا عايز اقلل الاطراف كلها، واخد شويه من التتبيله اللي موجوده دي بالالوان بتاعتها الرائعه. كويس لحد كده. جميل. يبقى انا كده دي خلاص خدتها وخلصت. ادوق انا البتنجانه دي. صدقوني حكايه. هاخد ورقه بقدونس هنا كده. كلام جميل. وبعد كده انضف الطبق بتاعي، تكون ايه اللحمه بتاعتي كمان استوت. هنا بعد ما بتخلص الطبق ده بيتقدم زي ما هو كده، مش محتاج اي حاجه تاني معاه غير ايه ان انا احط معاه شويه حاجات خضراء صغيره حواليه، ورق كده. وطبعا الفلفل لا غنى عنه. احنا نضفنا خلاص حوالين الطبق. هاخد دي جرنش كده حوالين الطبق. واحدة واحدة. يبقى انا كده شغال ببساطة، طبق بسيط وجميل. اسحب بقى بالراحة عشان البتنجان بتاعنا ايه ما يقعش. ده كده الطبق بتاعنا. لحد كده كويس كده. الطبق بتاعي ده خالص وجميل وما فيهوش اي حاجه ممكن تتحط عليه تاني. تمام. يبقى احنا زي ما قلنا ان الطبق بتاعنا ممكن اعمله بسهوله. قلنا البتنجان بتاعنا
هو القصه في الطبق، يعني الطبق بتاعي البتنجان هو الاساس. عندي بعمل رز عادي بس بحط عليه شويه توم، وباخد الحرق بتاع اللحمه اللي انا خدتها في الطاسه الاول. حرقت اللحمه كويس جدا، بعد ما اتحرقت معايا او شوحتها خدت العصاره اللي نزلت منها وخدتها هي اللي حمرت بيها الرز، وحطيت معاها فص توم وحبهان في الرز. استوى الرز بتاعي وبميه عاديه خالص، لان اوريدي انا واخد عصاره اللحمه اللي اتطشت عندي في الاول خالص اللي بتاعه شوحتها. عملت بقى الرز، بعد كده جبت بتنجان، قليت البتنجان قليه خفيفه، وبعد ما اتقلى عندي البتنجان عملت ايه؟ قطعت فص توم ونعمته خالص مع شويه ملح، وخدت البتنجانه مقليه ركنتها على جنب، شويه خل صغيرين، عصره ليمونه صغيره، وحطيت معاها فلفل حامي او فلفل ممكن الفلفل العادي، وتبلتها شويه كمون صغيرين وقلبتها مع بعضها، ورحت واخدها مع بعض وجهزتها هنا. طلع عندي الطبق بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نبص كده على اللحمه بتاعتنا ايه اخبارها. نروح كده مع بعض زياره لحد الفرن، هتلاقوا علامه من علامات التسويه ان التسويه بدات. انتوا شايفين اللحمه لما عملناها ما كانش فيه عظم باين، يعني انتوا لو ما شفتوا حته لحمه من الاول للاخر. علامه من علامات التسويه ان اللحم يبتدي يكش شويه ويبان العظم. نطلع كده ونشوف ايه الاخبار. الله عليك. بصوا يا جماعه، العظم ده ما كانش موجود صح؟ باين العظم عندي ولا مش باين؟ ارفع اللحمه، العظميه دي ما كانتش باينه صح؟ بدا اللحم يكش شويه وبدا ايه؟ يبان العظم عندي. هنا مهم قوي ان انا اعمل حاجه ظريفه، لازم اسقسق اللحمه. يعني ايه؟ هاجي كده من الجنب واخد من الجوس اللي عندي ده وادي فوق، يا اما اقلبها وانا مش عايزها تتقلب لان هي اوريدي استوت من فوق، وهاخد دي كده عليها شويه كده وارجع تاني الفرن، يبقى انا لسه ما استوتش عندي. حلو كده، اللحمه لسه عندي ما استوتش. ليه؟ لان احنا قلنا انها بتاخد وقتها. على ما تاخد وقتها اكون انا عملت الجرنش بتاعها. حلو، اهزها كده كويس وارجع بيها تاني فين؟ الفرن احنا قلنا بعد التشويحه لو الخروف اللي انا ذبحته صغير مش كبير هتاخد معايا تقريبا وقت مش عالي، هتاخد معايا ساعه الا ربع تقريبا بعد تشويحه اللحمه. كويس، نجهز بقى الطبق بتاعنا اللي هنغرف فيه. الطبق بتاعنا اللي هنغرف فيه اللحمه ريحتها عامله ايه؟ جامده. ها؟ الناس لسه صايمه يا جماعه. كويس، هاخد دي كده ابتدي اجهز انا على ما اللحمه ما تستوي براحتها. هي مش هتاخد وقت طويل كمان، تاخد لها مثلا بتاع حوالي 5-6 دقايق تكون استوت عندي. وتعالوا نعمل للطبق بتاعنا فرشه ظريفه. هاخد خيارايه، يبقى احنا كده مع بعض. طب الخيار ايه لازمته هحط خيارايه اكني بعمل سلطه بس هتتقدم تحت اللحمه. بقطعها كده شرايح وابتدي ارصها كده فوق الطبق. واحده واحده كده احنا شغالين وبنجهز حاجتنا. ارص دي زي ما انتم شايفين انا طالع للحرف الطبق من فوق. جعان وصايم بقى. تتبيله الشوي حاجه تانية خالص. لو انا عايز اشوي تتبيله الشوي انا ان شاء الله هنعملها ان شاء الله في اول يوم العيد، هنشوي مع بعض ضلوع ان شاء الله. يا اول يوم يا تاني يوم العيد هنشوي مع بعض، وهنعمل شغل ظريف جدا هيعجبكم الناس اللي غاويه تشوي. اول يوم هناكل كبد بقى والحاجات الحلوه دي، ونفسي الاقي كرش اعملها لكم بكره. حلو، يبقى انا كده بجهز الطبق بتاعي واحده واحده كده. بس كلام جميل. اطلع بدي فوق دي. حلو لحد كده. واخد دول هنا واخد طماطمايه. الجوع كافر يا اخي.
وابتدي اقطع برضو الطماطمايه بتاعتي بنفس الطريقه. شرايح برضو، وهاخدها عليها برضو كده، اثبتها بالراحه. وبعدين هتيجي تحط اللحمه هتروح موقعه لك كل ده، مفيش مشاكل. حلو. يبقى انا كده حطيت الطماطم. هجيب طماطمايه كبيره شويه تغطي معايا الليله دي. لسه برضو شغل التورت مقصر. تمام. بركب كده الطماطم على بعضها واحده واحده. تمام. فاضل عندي ايه؟ هجيب بقى شويه خضره ازرعهم. ازرع فيها شويه خضره. بس احنا مش كل يوم بنجيب كتف، صح؟ كلام جميل. واحده كمان، واحده بنت حلال بقى. كلام رائع. يبقى احنا كده وصلنا. واجيب ايه بقى؟ شويه جرجير. احنا قلنا اكننا عاملين سلطه. هاخد الجرجير، هشيل فينا من كده. احنا فينا من الحركات دي، ماشي. هفتح دي كده واخدها كده بالشكل البسيط ده، ونطلع اللحمه بتاعتنا وناخدها فين؟ في الطبق. يبقى انا بفرش تحتيها شويه جرجير حلوين. وطبعا عشان ايه؟ نلحق نتفرج على الماتش. نطلع اللحمه بتاعتنا، بس اهم حاجه هجيب بلانشه عشان ايه؟ البايركس ما تطلعهوش على الرخام على طول، ماشي؟ لانه ممكن ايه؟ يحصل حاجه مش ولا بد. اطلع كده. الله. وتعالوا نطلع بقى باللحمه بتاعتنا. مش محتاج ان انا اجيبها بحاجه، انا هجيبها كده زي ما هي. الله عليك. وهاخد شويه من الدريسنج اللي عندنا اللي احنا عاملين بيه. الله عليك. سامعها من خليفه. ها؟ وفين خليفه؟ حلو. هاخد دي كده ومعاها الجوس من فوق كده، ومعاها حتت من الجزر عليها من فوق. الله. وقدميها كده في البيت وجربي وقولي لي ايه الاخبار. اتمنى ان تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، ونكون قدمنا لكم فكره جديده وظريفه تقدموا بيها طبق في العيد ان شاء الله. ان شاء الله معاكم بكره في حلقه ثانيه باذن الله فيها افكار جديده. اللي ما تابعش الحلقه معانا النهارده ان شاء الله يتابعنا فيها بكره باذن الله. على منتدى الحلويات مع خالد علي والوصفات الكامله، او على صفحه قناه العائله. وكده الطبق بتاعنا كله تمام وجاهز. اتمنى ان يعجبكم، وشكرا لكم. السلام عليكم.